اللي قدامك دي مش لقطة من فيلم رعب ولا ذكاء اصطناعي، ده دليل حي على انعدام المسؤولية وقلة الرحمة. في كولومبيا في بركان خامد اسمه نيفادو ديل رويز على قمة جبل ارتفاعه حوالي 5321 متر، متحاوط بكمية تلج كبيرة طول السنة من قطر ارتفاعه. ومع انه بركان خامد وهادي بقاله سنين، لكن سنة 85 ابتدى يطلع مؤشرات انه هيفور، والحكومة وقتها طنشت وعملت ودن من طين وودن من عجين، وما أخلوش المدينة ولا عملوا أي إجراءات أمنية. وفي ليلة 18 نوفمبر سنة 85 البركان غفل سكان المنطقة وهم نايمين وقرر ينفجر وبهدل الدنيا، دوب الجليد اللي في المنطقة وعمل هزات وانهيارات أرضية خدت آلاف من البيوت اللي حواليه، ودك مدينة أرميرو اللي من سكانها عيلة بنت عندها 13 سنة اسمها أوميرا سانشيز، اللي فاقت من نومها لقت نفسها غرقانة في الشارع ومفيش حد من أهلها جنبها ولا أي حاجة فاضلة من بيتها. ولسوء حظها إنها كانت